اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا عليه أهل العلم، إن فرق بين المبتدع وإن كانت بدعته كفرية زي الخوارج زي الروافض، دول بدعتهم كفرية لكن لا يكفر الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة عليه، لا يكفر الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة عليه. فهم في دائرة الإسلام، إن وقع حرب بينهم وبين الكفار سواء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فنحن نحب أن ينتصر المبتدع على الكافر وليس الكافر على المبتدع، إنما نحب أن ينتصر الآن مثلا الروافض على اليهود وعلى الأمريكان، لأن هؤلاء إن وصلوا إلى ما يريدون سيتمكنون من بقية بلاد المسلمين، وهم يتكلمون بذلك صراحة، وأنهم سيغيرون الشرق الأوسط. وفي خطة أمريكية من حوالي 50 سنة عايزين يغيروا التقسيمة اللي عملوها بتاع سايكس بيكو دي، الحدود دي عايزين يغيروها، هيغيروا الحدود دي وهيقسموا بلاد المسلمين. يعني مصر دي مقسمينها 3 دويلات، واليمن أظن مقسمينها، وهي هناك اليمن دول 3 دويلات، 3 بيحكموا في اليمن، وهكذا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم أولا ليغير الله أحوالنا، وثانيا أن يتحدوا على الكتاب والسنة ليغير الله عز وجل ما بنا. وكذا أيضا في هذه المسألة لا شك أننا نحب أن ينتصر الروافض على اليهود، لكن لا نحبهم، لا نحب الروافض، نحن نبغض فيهم بغضهم للصحابة والقول بردتهم، ونبغض ما يقولونه في عائشة وحفصة رضي الله عنهم، ونبغض ما هم عليه من معتقدات كفرية. ولكن كما ذكرنا قال أهل العلم هم في دائرة الإسلام، أي نعم عقائدهم كفرية لكن لا يكفر الواحد منهم إلا بعد إقامة الحجة. ولكن كما ذكرنا هناك أسباب للنصر، هناك يا إخوة أسباب للنصر لا بد وأن نأخذ بها. هذه الأسباب ذكرها الله عز وجل في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. قاموا الصلاة في أنفسهم وفي الناس، الحاكم يلزمه أن يقيم الصلاة في الناس، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. الإيمان والعمل الصالح، التوبة إلى الله، ترك المعاصي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة تختلف باختلاف المكان والزمان. الآن القوة دبابات، طيارات، مضادات وغير ذلك. يبقى المسلمين عليهم أن يعدوا العدة لعدوهم، وأن يعلموا أن عدو دينهم هو عدوهم. فهؤلاء الذين انظر سنين طويلة منيمين المسلمين باسم الديمقراطية والحرية والعدالة، وها هم انظر ماذا يفعلون في بلاد المسلمين وماذا يفعلون في غزة. قتلت الأطفال والنساء، ليس في قلوبهم ذرة رحمة، وكلهم واحد، أوروبا وأمريكا واحد، العدو واحد، كلهم في خندق واحد ضد الإسلام والمسلمين. ولذلك لا بد من أخذ الأهبة والاستعداد لهم، وأعظم استعداد هو الاستعداد الإيماني، التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليغير الله أحوالنا. يعني الآن يكفر عامة الناس الشيعة ولكن يكفر العمائم بس. الذي يتكلم بالكفر المعلوم أنه مثلا يقول القرآن محرف، هذا كافر. أو يقول عياذا بالله الله حل في علي، هذا كافر. أو أن جبريل أخطأ الرسالة، بدلا من أن ينزلها على علي أنزل على محمد ونحو ذلك.
من العقائد الكفرية إذا تكلم بها. هذا والله أعلم.